في هذا الفيديو غادي نشارك معكم طريقة تحضير حليب اللوز اللي كيتحضر في دقائق فقط. كيبقى بديل صحي للحليب العادي واللي نقدروا نعتمدوا عليه في تحضير التحليات والعصائر. اول حاجه غادي نحتاج هنايا اللوز اللي رقدته في الماء ليله من قبل، وكنبقى مره كنبدل عليه الماء. من الاحسن الا كان عندكم اللوز بلدي فكيعطي لهذا الحليب مذاق اللي كيكون زوين. هنا خديت كاس ديال اللوز درتو في الخلاط الكهربائي، وغادي نزيد ليه 2 كيسان ديال الماء. هنا فقط غنكتفي ب2 كيسان ديال الماء، ما نديروش كميه كبيره باش كيطحن لينا اللوز مزيان. غادي نطحن اللوز كيبغي اله اللي تكون كطحن مزيان وشويه ديال الوقت حتى كيطحن لينا مزيان. من بعد غادي نزيد كميه اخرى من الماء، غادي نزيد هنا 3 الكيسان. الكثافه ديال الحليب كتبقى حسب الاختيار، يعني الا بغيتو الحليب يكون شويه ثقيل قلو نقصوا من الكميه ديال الماء. وهنايا من بعد ما عاود طحنته مزيان حتى انسجمت جميع العناصر، غادي نبدا كنصفيه. كناخذ هنايا صفايه وتوب اللي كيكون رقيق، وكنبدا كنخويه وكنصفي هذا الحليب. من بعد كنعصرو مزيان، فهو ما كياخذش منا وقت او مجهود، فقط في مده دقائق كيكون الحليب ديال اللوز واجد. هنايا غادي نعصرو مزيان حتى غادي يتسقطر مزيان. وبالنسبه للبقايا ديال اللوز فما غاديش نلوحها، اكيد غادي نحضر بها وصفات اخرى. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله شنو غادي ندير به. وهنا كيكون الحليب ديال اللوز جاهز، كيكون هذا هو القوام ديالو، قوام اللي مناسب. بالنسبه لي انا ما زدت ليه حتى اضافات، فكيبقى لكم الاختيار. الا بغيتوا تزيدوا شويه ديال العسل تقدروا تزيدوه، وكتحتفظوا به في الثلاجه حتى ل3 ايام. فإلا كنتم مهتمين بالوصفات الصحيه فما تنسوش انكم تشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات.